أوقاتكم مشاهدي قناة شوف تيفي. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من أخبار النت لنهار اليوم. كيف ما جرت العادة البداية دائما فقرة الخبر الوطني. الأستاذ لا يكلف نفسه عناء إيصال الفكرة بشكل مبسط لأنه مشغول بمشاكل الحياة والمنزل والعائلة، والتلميذ ليست لديه قابلية للتركيز لأنه مشغول بمواقع التواصل الاجتماعي. الله يعفو. المشكل ليس في التلاميذ أو الأساتذة، المشكل الحقيقي هو النظام التربوي اللي كيتمحور على الحفظ وتكرار المعلومة لا على التفكير والاستنتاج. كانت هذه تفاعلات بعض المتصفحين المغاربة حول إشكالية عدم فهم واستيعاب الدروس في المدارس، الشيء اللي كيؤدي بهم للاستعانة بالدروس الإضافية لتثبت لأولياء الأمور في أزمات مالية، بحيث كاين اللي كيتهم الأساتذة بأنهم ما كيشرحوش الدروس، وكاين اللي كيوجه أصابع الاتهام للمنظومة التعليمية والمنهج التربوي، وكاين اللي كيتهمهم بزوج. فقرة الخبر الدولي. يا له من طفل بشع، لو رأيته لمت رعبا، ما هذه السخافة؟ كانت هذه بعض التعليقات حول الفيديو اللي راج أمس على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، واللي فيه كتظهر عربة أطفال تجوب شوارع مدينة نيويورك من تلقاء نفسها، مبرمجة للتحكم فيها عن بعد، الشيء اللي ترفضوا المرة اللي حاولوا الاقتراب من العربة للإطمئنان، ولكن انتفضوا رعبا بحيث كيقفز منها رضيع من مهدوك كيصرخ. فهذا الرضيع يشبه الزومبي، وجهه قبيح وعينيه حمرين وكتسيل من فمه مادة لزجة غريبة، ولكن هذا الطفل ما هو إلا روبوت صغير في حجم رضيع صممته شركة الأفلام الأمريكية المعروفة The 20th Century Fox، صاحبة الفيلم المرعب والمزمع عرضه للمرة الأولى ديفل ستيو في 17 يناير 2014 في دور السينما. فهذا الفيديو استقطب أكثر من 52 مليون مشاهدة على موقع تويتر في أقل من 24 ساعة فقط، ضمن حملة صاغتها الشركة للترويج لفيلمها الجديد، بحيث باتت المقالب المخيفة إحدى وسائل الترويج والتسويق لأفلام الرعب وأكثرها شعبية على مر السنوات القليلة الماضية. أما فقرة الخبر الكاذب، كيروج في هذه الأثناء خبر عبر الفيسبوك واللي مفاده: سارع كي لا تفوتك الفرصة للتسجيل في قرعة الهجرة إلى سويسرا قبل فوات الأوان، فلن يتكرر الأمر إلا بعد 4 سنوات. ولكن حسب المتصفحين فهذا الخبر كاذب، والرسالة عبارة عن فيروس، فاحذروا من الرسائل التي قد تأتيكم من أقرب الأصدقاء إليكم، لأن أصدقاءكم أنفسهم ماشي هما اللي كيبعثوا هذه الرسالة الكاذبة. فقرة تغريدة المشاهير. اخترنا لكم اليوم تغريدة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والتجاوب الكبير اللي لقاته من قبل جمهورها، خاصة بعد ما نشرت صور بنتها ميلا. فبعض المغردين عبروا قالوا الله يخليكم لبعض، وكاين اللي عبروا قال أتمنى من الله أن يحفظ عائلتك. فهاد التفاعلات جات على تغريدة نانسي واللي قالت فيها: عشية جميلة رفقة ميلا، مليئة بالحب والحنان وساعات في حضن العائلة. وننتقلوا اللحظة الفقرة الموالية وهي فقرة صور بتعليق، نخليكم تشاهدوا. ختام حلقة اليوم نخليكم مع الفقرة الأخيرة وهي فقرة توب 3، فرجة ممتعة.
so fat. Like she does. إذا هذه هي أخبار نت لنهار اليوم. نضربوا لكم موعد جديد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.